ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أحداث جديدة من مسلسل الميراث. وهذه بعض الأحداث. تبدأ الحلقة بزيد وهو يتحدث مع مشاعل ويقول كيف سافرت لأبونا حتى يزوجها، وكيف وصلت إليه ونحن لم نستطع ذلك، ولماذا ذهبت إليه ليزوجها دون أن ندري. لا، الموضوع لا يطمئن، يجب أن نذهب إليه حتى لا يزوجها. وقالت مشاعل أنا اليوم فقط علمت أنها سافرت، ولكن للأسف هي سافرت من مدة. طلال يتحدث مع سحر ويقول لها أعتقد أن خديجة دخلت للغرفة وأخذت العقد. وردت سحر أنا بدأت أختنق، أنا كنت أظن أن زواجنا في السر سيكون هو المشكل الوحيد، لكن أعتقد من يوم ما تزوجنا ونحن في المشاكل. ورد عليها طلال يجب أن ننهي مشكلة العقد، وبعدها والله لن تري أي مشكلة. ديما تسأل فهد إذا شاهد ما بترد عليه، وسألت هل هو خائف عليها. رد عليها يمكن أن أكون أخطأت في رأيكم، لكن في مواقف مثل هذه لا يمكن أن أظل أتفرج. مهما كان ساير بيننا فلن أتركها في هذه اللحظة. وسألته ديما هل شروق عم تموت صح؟ رد عليها فهد شروق تعرضت لانتكاسة والمرض انتشر في كل جسمها، ولكن أنا متأكد أن شروق قوية وستتغلب على المرض. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.